السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الإخوة والأخوات المتابعين في هذه القناة المباركة. إن شاء الله تعالى كالعادة عدنا إلى تصوير المقاطع والإجابة على الأسئلة على القناة، وكذلك إن شاء الله تعالى مستعد أن أجيب على كل الرسائل التي وصلتني على الواتساب. أعتذر لبعض الإخوان والأخوات يرسلن رسائل تأتيني على الواتساب، أجدها أقرأ أحذفها. لماذا؟ لأن الوقت لم يكن عندي. كذلك كما قلت لكم في مقطع سابق، كانت عندي بعض الإصلاحات في المنزل. هذا هو السبب الذي جعلني لا أجيب على الأسئلة، وكذلك غبت عن اليوتيوب، فأعتذر ثانية. إن شاء الله تعالى هذه المرة كما قلت سؤال وجواب، سأجيب على بعض التعاليق، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أبدأ على بركة الله مع أول تعليق. أول تعليق يقول: أنا شميت ريحة بخور، وخلاص كنت راح نقلب عليه. قلت لماما قالت كنت كنقلب عليه وقيلا، قلت لماما شري لي بخور، وكنت نتسنى في ماما تجيبو لي بريق ناشف. ولا انا صراحه نجيبو لي بريق ناشف، يعني على حر من الجمر. يعني كنقولوا حنا بالدارجه بطا عليه امتى، نقولوا بطا عليه امتى تجيني ديك الحاجه، كأنني على حر من الجمر، يعني على صبر حتى تأتيني تلك الحاجة أو ذاك الشيء. تقول الأخت: وأنا غير جابته، فرحت فرحة كبيرة. يعني واش تفسير أني شميت البخور مع أنه ما كانش بخور في بيت وغيره؟ البخور لها صلة بعالم الجن. بعض الأخوات هذا لمسناه مع الناس، وهذا سمعناه، وهذا عشناه. بعض الطباخر معينة للجن نصيب في، يعني الجن يحتاج هذا البخور. ولهذا أكثر الناس الذين هم بهم تلبس، يعني ملبوسين، دائما يختارون نوع معين من الطباخر، وفي يوم معين، وهم على هذا الترتيب. دائما تجد يعني سيدة تبخر بعد صلاة العصر منزلها، ونفسها من الأخوات كذلك، حتى من الذكور يبخر مرة في الأسبوع، مثلا يوم مساء الخميس، مساء الأربعاء، مساء الأحد، يشرب بخور معين. السؤال: لماذا بالضبط صار مدمن على ذاك البخور؟ هل من محض إرادة ذاك الشخص، أم هناك أمور تحرك هذا الشخص بناء على التجربة الذين هم لهم يعني علاقة بالطباخر أيا كانت؟ لا طباخر نتنة والعياذ بالله، ولا طباخر يعني طيبة. في الغالب الذين هم على ترتيب معين، لما يغيبون عن هذا البخور، يعني ما بخروا مدة، هكذا يصيبهم ألم الرأس أو شيء من هذا القبيل. إذا يعني بخروا بهذا النوع من البخور، يحسون بسعادة وطمأنينة وانشراح صدر، حالهم كحال هذه الأخت في التعليق. مما لا شك فيه أن للجن نصيب في هذا الأمر. تبقى غير كيف نميزوا بين هل معنا شياطين أم جن مسلم. الجن المسلم يعشق اللبن الذكر، يعشق القص الهندي، يعشق المهم طباخير الطيب، العود، بما يعرف بالعود. الناس كلها تبخر بالعود، لكن لما يكون عندك وقت معين، وإذا أنت غبت على ذاك الوقت المعين، يأتيك ألم الرأس. هنا الأمر ليس عادي. باش ما نعموش، باش ما
يعني من نبالغوش في المسألة نقولوا أي شخص كيبخر بالبخور هذا ملبوس، لا. أنا كنقصد الناس اللي عندهم واحد الوقت معين، وفي حالة لا ما التزموش بذاك، يعني البخور تبخير المنزل في ذاك الوقت المعين أو تبخير أنفسهم، تحصل معهم أعراض إما عصبية إما ألم رأس، هذا البخور للجن نصيب فيه، الحذر ثم الحذر. حتى الملابس، حتى الملابس هناك بعض الأخوات يقولوا نميل إلى الأسود، منهم من يميل إلى الأخضر والأبيض، منهم من يميل إلى الأحمر. هذه الألوان للجن والشياطين نصيب فيها. والله هذا الأمر يجرني إلى واقعة وقعت معي. مرة اتصلت علي أخت: يا فاروق، أريد منك أن ترقي أخت لي عندها أعراض. قلت لها لا بأس، حدث مع الوقت وذهبت عندهم. لما دخلت إلى البيت، دخلت عندهم إلى بيتهم، وجدت تقريبا 4 أو 5 أشخاص، وهذه الأسرة سبق لي وزرتهم تقريبا العام الماضي. جلسنا، أنا بطبعي يقولوا هنا العرب الرد الخبار، يعني نجمع. أنا هكا، أنا كنت نتكلم، نركب في الطاكسي نتكلم، نركب المهم في الحافلة، في مقهى، في مطعم، هكذا يعني لابد يكونوا معي أشخاص، يعني نحاول نخلق الجو كيف ما كنقولوا. أنا نجمع نرد الخبار. المهم صرنا نتبادل الحديث، ثم دخلنا في عالم الجن وكذا والتشخيص، وكل مرة شخص يتكلم عن قصة. فإحدى الأخوات كانت معنا، أخت المصابة، أخت التي تشكي الأعراض، قالت: يا فاروق أنت، وهذا في موضوع الملابس، أنت يا فاروق معك جيش. والله قالت هكذا. والغريب في الأمر، قلت لها: كيف معي جيش؟ معي جيش؟ أي جيش؟ جيش من الملائكة؟ قالت لي: لا، جيش من الجن. قالت لي: ويلبسون ألوان معينة، 2 من الألوان يلبسون. قلت لها: واصلي تكلمي. وهي وكأن شيء يعني قال لها اصمتي، وسيدي يعني سكتت. ومن بعد يعني طرحت عليها بعض الأسئلة، قلت لها: أنت يعني كيف تعيشي حياتك؟ قالت هكذا كلام، قالت لي: والله يا أي شخص يعتدي علي يعني مصيره وهو إخوي مدينة العيون. وقالت لي: هذا صار عندي أمر معتاد. قالت لي تقريبا 4 أو 5 أشخاص يعني تعدوا علي وظلموني لدرجة قالت لي كادوا يتسبوا لي في أزمة نفسية. قالت لي كلهم خول عيون. بمعنى الكلام يجر الكلام. للملابس، وهنا إذا أنت مؤخرا أصبحت تميل إلى الألوان، اللون الأبيض أو الأخضر أو الأسود، لكن إذا أنا بكل صراحة أنا نتكلم لكم على نفسي، ثم تعرفوني أنا صريح يعني بواحد الشكل اللي هو رهيب. اللهم بارك. وعاهدتكم على الصراحة والصدق في هذه القناة. أنا والله اليوم نزعت قميص في البني عند صاحب المحل. قلت له: والله لو خفت من الناس أن يضحكوا علي لحرقت هذا القميص أمامك. يعني لما لبس ونحس بعصبية وتعرق وسخونة، وكأن شيء يقول له: انزح هذا اللون. ولما سبحان ربي نلبس الأبيض أحس براحة وطمأنينة. حتى وعدت نفسي ملابسي المستقبلية تكون 100% بين الأخضر والأبيض. هل للجن نصيب في هذا الأمر؟ قد يكون، والعلم عند الله. المهم أختي الجزائر، يسأل الله أن يوفقك إلى الخير، وأن يبعد عنك شياطين الإنس والجن. انتبهي، إذا هذه الطباخر ناتنة انتبهي، قد تكون شياطين في جوارك والعياذ بالله، قد تكون مسحورة. إذا بخور طيبة وما فيها مشكل يعني معروفة عند المسلمين في الجزائر، هذا جيد، لا بأس. حتى لا نبالغ، لا نقول دائما الطباخير لها علاقة بالجن، لكن كما قلت هناك أعراض إذا حصلت مع الإنسان
اتجاه الطباخير مما لا شك فيه، وهذا بناء على التجربة والعلم عند الله. هذه الطباخير لا صلة بعالم الجن، الحذر ثم الحذر. مرض التوحد، تعليق آخر، مرض التوحد هو ما عرفش شي حاجة عصبية ناتجة عن خلل حدث للمرأة أثناء الحمل أو الولادة. نعم، ذاك الطفل الذي يشكو التوحد يكون ناتج، هذا المولود ناتج عن حمل في خلل. لكن الخلل، السؤال المطروح، الخلل ما هو هذا الخلل؟ قد يكون سحر أرحام، قد يكون مس، وهنا المقصود المس العاشق، يكون سكن الرحم، قد يكون توكال، قد تكون عين. المهم لأطفال التوحد صلة بالأمراض الروحية، والعلم عند الله. وهذه نصيحة لأي أخت ربما حديثة عهد ولادة، حديثة زواج، يعني الله تبدأت إن شاء الله تعالى يعني تخلف الذرية. إذا لا قدر الله ولدتي ولد هكذا من هذا النوع، إما خفة حركة، إما توحد، إما إعاقة، اعمل الرقية. لربما العلم عند الله قد تكون يعني مسحورة، وإذا ما أنت تعالجي ستسقطين في نفس، لا قدر الله، في نفس المشكل. وهذه نصيحتي للأخوات، أي أخت تشكي أعراض سحر، عين، حسد، مس، ومقبل على الحمل بقدر الله عز وجل، إذا كان فعلا هذا الحمل، قبل أن تفكري في الحمل عالجي نفسك. لأننا نتعامل مع الأخوات والله يعانين الأمرين بسبب هذه الأسحار الموجودة، وخاصة المأكولة في البطن، لها تأثير سلبي على الجنين. تعليق آخر، مرحبا أخي، البارحة رأيت كلب بيتبول، هذا نوع من الكلاب الضخمة، يحاول عضي، وبعدها رأيت كبش ضخم يريد أمر واضح جدا. لا، إذا بحثنا في سلالاتك، يعني في الأجداد وفي الآباء، أو قد نجد أن هناك من أفراد عائلتك هذا في السلالة قد ربما قد كان أو كانوا يذبحون، يقربون بالقرابين، أو يتقربون بالقرابين إلى كبار الجن والشياطين. ولهذا أختي اختاروك أن، والعياذ بالله، أن تتقربي. هناك كلب كبش، وكأن يقول لك لا ما ذبحتيش عن عضك. عض الكلب في المنام هذا تمريض، هذا تمريض، قد يكون سحر انتقام، قد يكون انتقام من الجن والشياطين. الكلب خطير، وخاصة إذا عض الإنسان في المنام. انتباه انتباه انتباه. الرقية، سورة البقرة، أذكار الصباح والمساء، وكذلك ذكرين عظيمين بهذه الصيغة، وهذه للكل، لمن يشكو حتى الحالات الصعبة. خرج 10,000 مرة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. والصيغة الثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. استمر وحاولوا الذكر يخرج من القلب مع التوبة النصوحة، الأمر ما يكون في مشاكل معاصي. كاين بعض الأخوات، بعض الإخوان متبعين واخذين برامج يعني علاجية، برامج يعني ذكر، تسبيح، استغفار، لكن يقولوا ما وصلنا للنتيجة. هنا العيب حاشا لله ليس في الاستغفار أو الذكر أو الاستقامة، العيب فينا. راه منا من يذكر الله بالنهار طيلة اليوم، وبالليل نقولوا احنا بالدارجة اللي حرط الجمل يدكو. من نذكر الرسالة وصلت، يبات على معاصي الذنوب والخلوات، وقل لك كيف أنا ما وصلت نتيجة، أنا أستغفر، أنا أقرأ البقرة 3 مرات في اليوم، أنا لكن يا أخي كن صالح مع نفسك، واجلس مع نفسك وانظر إلى حالك مع الله كيف هو في معاصي الخلوات. أي شخص يريد أن يختبر إيمانه لما يسد عليه البيت ثم يعرف حقيقة نفسه، هل هو مؤمن حقا أم هناك تذبذب في إيمانه. يعني نأخذ برامج علاجية، أذكار، استقامة على شرع الله مع تقوى الله،
الحذر ثم الحذر من معاصي الخلوات. هذه هي الحالقة والعياذ بالله. وصلى الله أن يثبتنا. تعليق آخر: السلام عليكم شيخنا، أحب نقول لك راه عندي تعطيل في الزواج. مرة كنت هو تواصل مع أخت من دول أوروبا الشرقية تقريبا، دول اسكندنافية، النرويج. حيا الله الأخت، لربما قد تكون لا زالت من المتابعين. قلت لها: كيف ليش ما تزوجي؟ ليش وهي تقول عندي فرص الزواج. قالت لي: وين الرجال يا فاروق؟ وين الرجال؟ ما لقوا الرجال في النرويج. قالت لي هي ديال هذه الأخت تقول لك أنا عندي تعطيل. راه المشكل دروك عدد كثير من الأخوات يعانين تعطيل الزواج. الأمر ليس دائما سحر عين. قل الرجال في زماننا مع الأسف. راه عندنا أمور والله لا نبوح بها في المقاطع، أمور خطيرة، أمور والله صدمة ما بعدها صدمة حول الذكور. راه كنعيشوا في واحد الزمان اللي هو يصبح المؤمن مؤمنا ويمسى كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله. نسأل الله الثبات. حابة نقول لك راه عندي تعطيل في الزواج، في الزواج وفي العمل. فين ما نروح ما نلقاش حل. تعبت يا ياسر، ما لقي حل. ساعدني بحل. عليك بالاستغفار. الاستغفار هو الحل مع تقوى الله. الأخ من الجديدة قام بتحضير جنية ليزني معها. الفضول. هذا أخ يكتب: الأخ من الجديدة قام بتحضير جنية ليزني معها. هذا مجرم. حتى والعياذ بالله إذا ابتلي بالزنا. هل أتممت يا أخي نساء الجن، عفوا نساء الإنس، حتى تنتقل لنساء الجن؟ الأخ من الجديدة قام بتحضير جنية ليزني معه. حسبي الله ونعم الوكيل. رغم أنه متزوج، وعندما حضرها أمارته الجنية بتطليق زوجته. مصيبة. هذا والله يعجز اللسان عن الجواب على مثل هكذا تعاليق. نسيم القميدير الفضول الشبعة. نقولوا حنا الشبعة كدير بحال هذه الأمور هذه. حقا ما حقا بالتي ربما يملك كتاب سحر ولا. مع الأسف أحيانا ندخل منازل الناس نصطدم أو نصادف كتب سحر. هذا الشهر الماضي والله بفضل الله عز وجل استطعت إزالة كتاب سحر خطير من بيت أسرة، كان سبب في تدمير عائلة تقريبا كلهم ملبوسون بسبب هذا الكتاب. قد يكون هذا الأخ قرأ هذا الكتاب وقرأ تعاليمه وطلسماته وحضر الجن ليزني بها. هذه مصيبة. هذا والله كما قلت يعجز اللسان عن الجواب مثل هكذا تعليق. ولما حضرها قالت له: طلق زوجتك. نعم، غيرة الجن أكثر من غيرة الإنس. ومستقبلا إذا ما تاب من هذا الأمر وحاول قطع الصلة بهذه الجنية، مصيبة. سينفذ أوامرها بالحرف، لأن أخذته 100%. علاش؟ هذه أفعال شيطانية، ولما يحضر عندك الشيطان فاعلم أنك أنت مثله أو أكثر. الطيور على أشكالها تقع. هنا سيلعبون به ككرة القدم كيف يشاء. يطلق الزوجة ديالو، يتدمر. إذا مشى في طريق الشياطين والعياذ بالله قد يساعدونه في بعض الأمور، لكن الآخرة السلام عليكم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. مشى في طريق الشيطان والكفر وصعيب الرجوع. نهار يحلم يتوب إلى الله هذا الرجل مع السلامة. اللهم لا لقى شي إخوان رقات هكذا ولا عائلة يوقفوا معه حتى، وهذا بقدر الله لا توفقوا يخلصوا من هذا الشيطان هذه. لكن هو
أنا هكذا أناس أقول لهم أنتم تستحقون لأنكم فضوليين. أنت قاع ملهوف يعني مفتون. يا أخي تزوج بالثانية ما في مشكلة، حلال طيب، هذا شرع الله أباحه الله لك، ما في مشكلة. اللي مرضاش يضرب راسه مع الحيط. تقول لي الزوجة الأولى أو المحيط أو العائلة ما غادي لك، ماشي سوقك وما ماشي شغلهم. أنت ما يهمك هو الحلال وشرع الله عز وجل، أنت ما درتي حتى شي حاجة حرام. لكن بعض الناس يكونوا مفتونين وعندهم إما يمشوا للزنا والعياذ بالله، إما يمشوا مثلا يعملوا بحال هذه الأمور، يقول لك لي أشبع رغباتي ويبدا يحضر في الجن والشياطين. هذه كارثة. فهذا الرجل أراه ضاع منا والعياذ بالله. ثم جاء في التعليق نفسه من أخ يقول هو يبحث عن الراقي، هو تتعذب الجنية. هي بدأت كتعذب فيه من اللي دخل هو، لأن صاحب الملعون الذي ألف هذا الكتاب بين أن هناك يعني استمتاع وأنها جنية جميلة وذات شعر طويل. لما الرجل يعني دخل إلى وسط المعركة، وسط البحر، بحر الظلمات، ما وجد ذاك يعني تلك الميزات إن صح التعبير. وجد الأمراض النفسية وضيق الصدر، ووجد الكوابيس والأفاعي والحيات. أين الجميلة الجنية التي هي في الكتاب؟ ما لا توجد. فالرجل يعني بغى يرجع كما نقولوا، أراد العودة، ما في عودة. هنا الأخ هذا الذي لربما شاهد مقطع له وكتب ما كتب في التعليق، يقول هو الآن يبحث عن الراقي، هو تتعذب الجنية. ما في رجوع، في العذاب الشديد. قصة مغربي طلق زوجته ثم تزوج جنية، هذا هو العنوان في اليوتيوب. السلام عليكم أخي سعيد. واحد المغربي يسكن في نفس التعليق، يسكن في الجديدة، هو حاليا متزوج بجنية. تزوج بجنية، طفروا مع الإنسية. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا ليس خجولة، ولكن عندما أقف أمام شخص يحمر وجهي ويعرق بدون سبب، في الغالب يعني المشاكل حول إحمرار الوجه مثلا، ولا سخونة وجه، أو الإنسان يمشي إلى مناسبة أو تجمع فيه أناس كثيرون هكذا، تحصل معه هذه الأعراض. في الغالب هذا قد يكون مصاب بعين في الجرح، والعلم عند الله. هناك بعض التعاليق مع الأسف مسمومة. أنا والله لا أعرف من يكتب هذه التعاليق. شخص هكذا يريد زرع الفتنة بين الإخوان الجزائريين والمغاربة، وكتب التعليق حتى، مع الأسف والله مع الأسف الشديد، أنا أعلنها صراحة، لا فرق عندي بين جزائري ومغربي، نحن مسلمون. هذا مبدئي وهذا منهجي، إنما المؤمنون إخوة. الجزائر فيهم الصالح والطالح، والمغاربة فيهم الصالح والطالح، وهذه طبيعة البشر منذ أبناء آدم إلى يومنا هذا، هابيل وقابيل، وأنتم تعرفون القصة، هناك خير وهناك شر. أعجبني بالخور، ما أعرفش، أعجبني عاليا بالعلاج عند راقب البخور بالقرآن مع جيل المسلم العلوي. تعليق آخر: يدي السبابة تتحرك وتقبض، تتحرك وتقبض، وعندي مشكل، راسلتك من قبل ولم ترد. أنا في كل الأوقات عندي شيء يتحرك في بطني ويطلع إلى الصدر ومرات أسفل الظهر، تشبه حركة الجنين، والله تعبت من هذا الشيء. وعندما أقرأ القرآن معي ومرات في الصلاة أيضا أرجو الرد، لا تبخلني وجزاك الله خيرا. يا أخي أو أختي،
رقمي 06 23 90 53 67. دخولي إلى الواتساب، لربما راسلتني مؤخرا كما يعني بينت في مقطع نشرته قبل هذا المقطع. كانت عندي إصلاحات في البيت، كنت مشغول، أنتم تعرفون حال الرقية مع الحالات، وكذلك عندي إصلاحات، وأنا شخص بعد الله عز وجل بتوفيق الله أنا السهر على هذه الأمور، على العائلة وعلى هذه الأمور. يعني إذا ما أجبت على الرسالة أستسمح، عاودي يعني مراسلتي وسأجيبك إن شاء الله تعالى. التحرك يعني في البدن أو النبض في البدن أحيانا ليس دائما يكون جني، قد تكون عقد في الدم، قد يكون سحر مأكول يعني يوزع على الدم، قد تكون مسحورة بدمك، قد يكون حسد شديد. يعني بهذا التعليق يعني لا يمكن أن نحدد نوع الإصابة، لكن إذا تواصلت معي أطرح عليك أسئلة وكذا، الحمد لله سنصل إلى التشخيص الصح. عاودي الاتصال بي أو مراسلتي. وخاسدي عندك شي دليل على أن هناك جن عاشق في الكتاب والسنة؟ أعطيني آية أو حديث. هنا المقصود بالعشق يا محمد، العشق المقصود بالعشق وهو يعشق صاحبه، يعشق الشهوة، يعشق روحه، يعشق نفسه. يعني لما يكون الشخص سواء كان جني أو إنسي يعني متمسك بأمر بشيء بحاجة، نقول لا، ذاك يعشق تلك الحاجة أو ذاك الشيء أو ذاك الفلاني أو تلك التجارة، أو هو متمسك جدا بالحالة. فالرقاة نحن في زمننا ومن كان قبلنا يعني أعطوا هذا اللقب. نعم، هذا اجتهاد. أما إذا قلت لي أعطيني دليل من الكتاب والسنة، نقول لك الشياطين تهوى الهوى، تهوى الزنا والعياذ بالله، تهوى الحرام. يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكلنا نعلم أن الشيطان يعني هو الله يقول له اهبط، قلنا اهبطوا. أي شيء فيها نفس، فيها شهوة، فيها استمتاع، رضا للنفس، هذه فيها هبوط، فيها مذلة. هو هؤلاء الشياطين يعني تحب الشهوات والرذيلة، هذا يكفيه. يعني لا نقول له عاشق، نقول له أكثر من العاشق. هو يعشق الحرام بالدرجة الأولى، يعشق الشهوة، يعشق الزنا، يعشق التفريق بين المرء وزوجه، هو عاشق للخبث والعياذ بالله. الله يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الهوى الشيطان يملكها أو له نصيب في هذا، يجر الإنسان إلى عشق الشهوة وعشق يعني الملذات والشهوات. لا نقول الشهوات فيما يرضي الله، الشهوات فيما حرم الله. للشيطان نصيب فيها تقريبا 99%. النفس الخبيثة تتغذى، أو هذا الشيطان يتغذى على النفس الخبيثة، وأنت سميه ما شئت. أثناء الرقية استفرغ قليلا وكان مثل الرغوة، وبعدها ولمدة 4 أيام أشعر بألم في الكتف الأيمن. ماذا يعني؟ الرغوة حسد شديد، الرغوة في الاستفراغ حسد شديد. سبق لي وتعاملت مع مثل هكذا حالات، والله لما يستفرغون وكأن بما يعرف بالتيت، يعني بما يعرف بغسل الأواني المنزلية، كأننا هكذا تعاملنا مع التيت أو الصابون، وكانت رغوة كمية. هذا حسد شديد. أحيانا بعض الأخوات يستفرغن هذا الأمر، وفي الرقية ما لا يسرع نسرع. هذه الرغوة، العلم عند الله قد يكون حسد شديد. استماع إلى رقية العين المكتفة
مع شرب ماء الرقية مع الغسل. وهذه نصيحة لكل الأخوات والإخوان يعني اللي عندهم إصابة. الغسل مهم في الرقية، الغسل بماء الرقية مهم. أما ألم في الكتف الأيمن يعني لا نقول هذا مس، قد يكون فعلا في ذاك المكان توجد إصابة بالتحديد في ذاك المكان، وقد يكون يعني تمزيق عضلي، قد يكون يعني نمت ولما استيقظت وجدت ذاك الوجع يعني لا يكون توازن في المخدة في الوسادة. لكن كيف نميز هل هي حالة عادية، هذا الألم عادي أم غير عادي؟ عليك بالرقية. إذا أنت تسمع الرقية وتأمل واخشع في سماع رقيتك، إذا حصل ازداد الألم أو نقص الألم أو شعرت بفيبرور، نقول احنا ارتعاش خفيف، قد يكون هذا الألم ناتج عن مرض روحي، قد يكون جني، قد تكون عين، قد يكون حسد، قد يكون سحر. وهذه للجميع، أي مرض عندكم سواء كان جلدي عضوي يسمعوا للرقية. وركزوا جيدا، يعني كونوا في غرفة وحدكم، الاستماع مع كامل الخشوع مع كامل التدبر، ولاحظوا ماذا يحصل معكم في مكان الألم. وهنا يعني المكان الألم أين مكان، إذا حصل تغيير أثناء سماع الرقية تأكدوا أن هذا الألم أو هذا المرض له صلة بالروحانيات، بعالم الجن والشيطان والسحر. تعليق آخر: يا ربي ترد علي. والله سأرد عليك إن شاء الله تعالى. أنا منذ شهرين رقيت ووجدت عندي سحر واستفرغت، لكن صار عندي شيء عجيب. الأخت تقول منذ شهرين رقت نفسها واستفرغت، عمل استفراغ بعد الرقية. تقول صار عندي شيء عجيب، صارت بطني تتحرك في كل وقت كأن جنين فيه. ذاك الشيء اللي كان في الكرش الذي كان في بطنك يعني أنت حركتيه. هنا المشكلة، وهو بعض الأخوات والإخوان يمشوا للعلاج يحركوا داك الشيء، يعملوا جلسة 2-3 يشمئزوا ويصيبهم الياس ويتراجعوا المشكل. لا نقول يعني سيعود إلى مكانه، هو يعني المهم يتهدن، وإنما سيزداد الأمر سوء. لأن أنت بحال نعطيك واحد المثال يا صاحب التعليق أو يا صاحبة التعليق، بحال واحد الشرير في الحي، هو كاين، هو موجود، يعني معروف بالشر ديالو وكذا. واحد النهار انت قلت يا راه نمشي نأدبو، نمشي نقول يجمع راسك، واش اللي كدير راه ليس من الإسلام في شيء، وليس من أخلاق المسلمين في شيء وكذا. مشيتي عنده فجأة كيصدمك بواحد التعامل اللي هو أكثر خطورة. أنت رجعتي هنا شنو عملتي؟ هنا عملتي من حيث لا تشعر، خلقتي واحد العداوة بينك وبين ذاك الشخص. هو فعلا يعني عمل اشمئزاز في الحي وكل واحد رد منه البال وكذا، لكن واخاك عاطيك التقار، انت يعني عندك تخويف منه، لكن اليوم او في هذه الحالة قصدتي مواجهته او تحت اي يعني سبب من الاسباب او ظرف من الظروف. هنا خلقتي واحد العداوة مع داك السيد وفكها، عيولي يشوف فيك انك انت ضده. لربما هو كان موجود فعلا، يعني المشكل موجود، لكن انت ما على باله، يعني كان المشكل صغير بهذا التعامل. هنا الشاهد اللي بنوصل لك هو المشكل كان في البطن اصلا، واخا كاك الامور غاديه. نهار فكرتي دير الرقيه وتستفرغ، وهنا دوك اللي في البطن قالوا لك تعالى كنقلبوا عليك، جبدتينا حنا عن
ربما يكونوا هما قصدوا يتحركوا في البطن، يسبوا لك وسوسه وانزعاج وكذا. ربما داك البرنامج اللي درتي ديال الرقيه اللي كتسمع في الدار، ولا داك شرب ماء الرقيه وداك الاستفراغ، وهنا نزل عليهم داك الماء ديال الرقيه واستفرغتي، مما لا شك فيه ان الماء ديال الرقيه لما ينزل على خدام سحر البطون والحراس راه لابد يعمل لهم شي مشكل، وهذاك المشكل اللي يعمل لهم هو ليتجلى عليك. راهم يعاملونك بالمثل. واش خرجوا؟ لا، راهم باقين، لكن غير انت اخترتي المواجهه فاستعد لها. هذه هي الرساله اللي كيوصلوا لك. وكأن جنين في جنب الأيسر يتحرك في كل وقت، والسبابة اليسرى تتحرك مثل وضع الصلاة، لكن اليسرى وفي بعض المرات تعمل حركة شيطان، وعندما قرأوا القرآن يقرؤون معي صافي. هما ما في قراءة ولا فيه يريدون يعني مشاركتك لقراءة القرآن أو مسلمون، لا، هم شياطين، لكن هكذا يحاربونك بهذا الشكل حتى يسببون لك اشمئزاز، أمراض نفسية. إذا استطاعوا قد يدخلونك في انهيار عصبي، وهذا مع الأسف أنا لست مشمئز، لكن الحقيقة لابد أن تقال. مع الأخوات عشنا هذا الأمر. أخت مرة تقول سأقضي على هذا القرين وأحرق هذا العاشق، وانتهى بها الأمر إلى فأحيانا الأمر يحتاج حتى في تعاملنا مع الجن والشيطان يحتاج ذكاء، يحتاج حكمة، حنكة، تبصر، تريث. وهذا سبحان الله يذكروني بالرقاة المبتدئين. يكون راقي قرأ على جلس حالة أو حالتين ثم يعمل فيها أنه أسد، أنه يرقي الناس في حصة، يجيب الله الشفاء في حصة، يعالج الناس في حصة. هو كان المسكين يتعامل يلتقي أو يصادف حالات سهلة، لكن استطاع يعني بعلاج هذه الحالة في حصة أو حصتين استطاع أن يخدع نفسه أنه خطير، وهذا سمعته من إخوان والله يقول أنا في جلسة أشري على الشيطان، أنا في جلسة أحرق للشيطان، أنا في ساعة، وقدر الله ما شاء فعل، يصادف كبار الجن والشياطين في البدن، وبعدها يرتاح. و هذه المصادفة مع كبار الجن والشياطين جعلت هذا الأخ أو مثل هكذا إخوان في الرقية، هؤلاء المبتدئون متحمسون، يعني يعيدون النظر في العلاجات. الأمر يحتاج يا إخواني تريث، حكمة. أحيانا الجن يهدد بالقتل، يقول لها هؤلاء والله القتل بإذن الله. يا أخي أنا وأنت لا نختلف في هذا الأمر، القتل أو الموت عفوا بإذن الله عز وجل، لكن قد يكون ذاك الجني يعني سبب من أسباب في موت تلك الأخت. والنتائج أنت الله يعلم مصيرك. هل تدخل في مرض نفسي، في عزلة، هل ربما تسجن؟ لا يوجد قانون يحميك. ولهذا وهذه لإخواني وكذلك حتى للمرضى، الأمر أحيانا يحتاج حكمة وتريث. أحيانا نستأنف العلاجات، نرقي اليوم يطلع جني خطير يقول لك كذا 1 2 3. هناك أسميها أنا في الرقية وقفة تكتيكية، قل لهم خلاص غدا إن شاء الله تعالى سنعود الرقية. الناس يبدأون يطرحون أسئلة هكذا محيط المريض، كيف نحن جئنا بك لترقي هذه الأخت؟ قل لهم خلاص أمهلوني غدا إن شاء الله تعالى ويكون خير إن شاء الله. لكن في رأس ما لا في رأسهم أو رؤوسهم، حتى الحمد لله أننا نمشي مع الحالة رويدا حتى نصل إلى النتائج، ثم نجلس ونقول لهم تعالوا أسمعكم ما يرضيكم وما لا يرضيكم، قلت لكم كذا وكذا وأخذت قرار كذا وكذا لهذا السبب. وهنا الحمد لله الناس يستقبلون الكلام يعني بسعة الصدر وصلت القصة، وصلت عفوا الرسالة. نتمنى توصل الرسالة. أرى الأمر ليس بتلك السهولة. عندي انتفاخ بطن، عندي أسعار مأكولة، نذهب إلى الرقية، نشرب ماء الرقية، نعمل استفراغ، خلاص شفيت. لا، ما في شفيت. هناك حالات تحتاج سنوات في العلاج،
ومع الناس مع الأسف الناس لا يصبرون، الناس يأتون جلسة جوج ثلاثة أربعة. هنا في العيون يعني القوي الذي له صبر وله يعني له مثلا تحمل، يصبر 5 جلسات أقل، 4 مثلا 3 4 5، ثم يقول خلاص والله تعبت. يا أخي والله أعرف أناس سنوات 4 و5 سنوات وما في علاج. والله اليوم كنت في محل لصديق عندي يبيع الهواتف النقالة ويصلح، يعمل على إصلاح الهواتف النقالة. فجأة تأتي سيدة كانت زارته من قبل وتكلم لها عني، قال هناك راقي الحمد لله مميز وكذا، إنه صديق لي وأثق فيه وكذا وكذا. لكن هي ذهبت وما رجعت، حتى شك أنها لن تعود إلى ذاك الهاتف الذي هو موجود عنده كان يصلحه. اليوم كنت جالس معه، فجأة تدخل علينا، والله لما رأتني قالت أنت من تحدث عنك هذا الأخ؟ قلت لها نعم. إيش مشكلتك؟ قالت والله ما تركت راقي إلا وزرته. قال بدون نتيجة، الأمر في نصب وفي كذا وفي كذا. وأنا قدرت ظروفها، لأن السيدة المسكينة تحت تأثير المرض، تحت تأثير يعني الإنفاق على الرقية كذا. قلت لها والله أنا معك، لكن ليسوا نصاب، وإنما يعني راه كلهم داروا معك المجهود ما جابش الله، يعني داك الشيء بقدر الله، راه ماشي الراقي راه عنده عصا موسى عليه السلام. قالت لي فعلا أتفهم الوضع، لكن أنا قالت صافي خلاص ما فيه. قالت وقفت الرقية، ثم سألتني هل تعرف راقي مميز؟ قلت لها والله نقول لك أعرف ما أعرف. قلت لها هنا في العيون هناك ما شاء الله تبارك الله رقات كثر، لكن قد ذاك الذي أنت تريه أو تراه مميز قد يفشل معك، لأن الأمور بيد الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالأمر يحتاج صبر، يحتاج تريث. وكنقول هالناس هذه طريقتي، الناس يعرفوني لما نبي ندخل معهم في العلاج نقول لهم واش مستعدين؟ واش مستعدين؟ استعداد نفسي، استعداد بدني، استعداد مالي، لأن الرقية تحتاج نفقة. هذا الراقي يرقي بساعتين و3 ساعات، كيف؟ يريد مال بطبيعة الحال. مش كاين شي واحد في هذا الوقت يعمل لك شي حاجة مجانا. الراقي عنده تو مسؤولية، عنده كراء، عنده أبناء، عنده كيف يخلي مسائل ويجي قابلك أنت؟ لا ضرر ولا ضرار. ثم واش هذا الجن اللي عنصرعوه حنا وعن نبينوه في الجسد ويظهر في الجسد بعد ما كان متخفي، إلا ظهر لينا وليتي كطيحي 24 ساعة على 24 ساعة، واش نستعد؟ منهم من رجعت له وقالت يا خويا أنا حاليا لست مؤهلة وعندي إشغالات وعندي مناسبة وعندي من بعد. ومنهم اللي دخلت المعركة وراها الحمد لله، يعني اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، سهلت الأمور. ظنيت في الحالة صراحة يعني حالة قوية، يعني أتفاجأ أنها حالة سهلة، هذا بقدر الله. وبعض الحالات ظنينا فيهم الحالة السهلة، مع الأسف اصطدمنا بالكبار، وهنا أقصد ملوك الجن والعفاريت، والله إلى هذه حقيقة. فالأخت تقول أقرأ القرآن يقرؤون معي، هذا يريد أن المهم هذا نوع من الاستفزاز، نوع من الاشمئزاز، نوع من التخبط، يجعل منك أن تتخبطي في قراءة القرآن حتى تفقدين التركيز والخشوع والخضوع والتدبر، لا أقل ولا أكثر. ما في قراءة ولا أي شيء، لكن التجويد مختلف. إذا فعلا الناس لا بد أن يفهموا هذا الأمر، إذا فيه جن مسلم يريد قراءة، لأن تصلنا رسائل وتعاليق يقول لك والله الجن لما أقرأ يقرأ معي. إذا فعلا هذا الجن يقرأ معك وهو مسلم ويحب القرآن، ألم يقرأ قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له؟ علاش ما يسمع لك أنت وأنت تقرؤون القرآن؟ هنا ما هو إلا تلعثم، وهذا ممنهج حتى يفقدك التركيز والتدبر والخشوع. أحسن إذا كان جني، لكن التجويد مختلف. أحسن إذا كان جني أنثى أو شاب إذا كان جني أنثى أو شاب أو عجوز
عندما يقرؤون القرآن لا أعرف كيف وعندما أصلي يصلون، وما في صلاة وما في قراءة القرآن. هم يقرؤون عندي تقريبا 3 أشهر على هذه الحالة وبطني تتحرك. إذا كانوا فعلا المسلمون، أولا المسلم لا يدخل بدن الإنسان المسلم. إذا وجدت مسلم في البدن، هنا أقصد المسلم الصالح الذي يخاف ربه ولا يتعدى حدود الله، قد يكون دخل بصفة اضطراري مضطر، ربما يقدم العون والمساعدة أو يحارب من أجلك لوجه الله ثم ينصرف، يخرج من الجسد. دينه وخوفه من الله واستقامته وشرعه لا يسمح له المكوث في البدن. أما الذي يتحرك في الباطن وشكله كالكرة وكالجنين ويجري في الجسد، ثم عند الصلاة يصلي وعند قراءة القرآن يقرأ مع المريض، والله هذا منافق من الدرجة الأولى، هذا شيطان. وقد يكون قرينك أو قرينك. 3 أشهر على هذه الحالة وبطني تتحرك كثيرا لدرجة أزعجتني. والله هذيك السيدة اللي تكلمت عليها قبل قليل، اللي دخلت عندنا أنا والأخ، تقر تشجع خطير، واللي بدات كندير والله خشيت أن تسقط في المحل. يعني كون زادت معنا واحد شوي كنت عن نصارف ونقول لها بسلامة باش ما يوقعش لك. شافني كلها فعلا. هاد الاخت تقول لك 3 أشهر وهما يتحركوا في البطن ديالي وفي القرآن يقراو. انتي نقولوا احنا بالدارجة جبدتي عليك النحل. النحل كيكون كتلة، ديك المملكة ديال النحل كتكون مقابلة الوليدات ديالها ومقابلة مسائلها فكيجي واحد إما يريد العسل شخص أو فضولي. وكنا هذا نعمله حتى كنا في الصغر نعمل هذه الأمور. لما نجد النحل، خلية النحل، نأخذ حجر ثم نرمي بها. ولما هي تنطفي تهاجمنا. النحل أذكى ما خلق الله عز وجل، من المخلوقات الذكية، يهاجمنا. فنقولوا احنا بالدارجة، وهذا خديناه من الأولين، يقولوا انت جبدت عليك النحل، يعني انت جبدت عليك المشاكل. ما عرفش هاد المصطلحات اللي في العرف واش كاينه حتى في الجزائر. وفي الغالب تقريبا الشعب المغربي والجزائري قراب بزاف، حتى في العادات، في الدم، في البشرة، وكأننا نتعامل مع شعب واحد. لكن قدر الله ما شاء فعل، تكون هذه الأمور. صلى الله أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. المهم أختي الكريمة، صاحبة التحراك في البطن والجن يقرأ القرآن ويصلي معك، وكل يوم قد يكون طيلة اليوم والليلة وهو ظاهر عليك. هما فين كاينين؟ سؤال، أين موجودون؟ في البطن. دخل عليهم ماء الرقية ديما. وهذا الملاعين يحتاجون يعني حكمة وصبر. أعطيهم الخاطر، شرب ماء الرقية لأنهم هما تما، وإلا قدرتي ترقي الماكلة رقيها. والأمر الثالث، دهني بزيت مرقي ومسك أسود منطقة البطن. الرابع، قراءة البقرة قراءة وسمع، البقرة لا تستطيعها البطلة. الخامسة، عليك برقية المشروب والمأكول. هما كاينين في البطن، خدمي على البطن. وهذه للجميع. أول ما تفكر في العلاج شوف فين كاينين، أي مكان فيه خدم عليه. كانوا في التحت، عرف أنه المرشوش والمخطط. كانوا في الرحم، احتمال يكون المرشوش والمخطط هو كيدير هذه الأمور هذه. وهذه للأخوات. كانوا في البطن، تأكد أن لا يمكن لأي سحر آخر إلا سحر المأكول المشروب هو الذي يكون مستقر في البطن. حتى إن كان خادم السحر أو حارس هو في البطن، عرف هذو أصحاب المأكول والمشروب. كانوا الفوق، عرف أصحاب الهواء، أصحاب شي حاجة معلقة في الشجرة، أصحاب شي حاجة على مهب الريح، وهكذا. المهم فين ما كانوا خدم على هذه الأمور. ها أصحاب الريح، أصحاب الأكل والشرب، المخطط في الرحم، وكذلك المرشوش والمخطط في الرجلين، خدم على هذه الأمور هذه. وعاد تسهل الحالة. أنت عندك في البطن، شربي ماء الرقية ودهني بطنك، قرأي البقرة وسمعي لها، وسمع المأكول والمشروب.
وما تزربيش، يزداد عليك الامر لما يشوفوك فطنتي ليهم او سمعتي لهذا المقطع وصلك، يقول لك هذا المجرم، هذا المسخوط، هذا ديال الفاروق راه عطاه الكود. يزيدوا يضغطوا باش تقول انت وهذه النصيحه اللي عطاني هذا الاخ ما فيها، لكن نقول لك، نقول لهم فهمتكم واصلي السير وتابعت. وعد تفكريني ان شاء الله تعالى، تذكريني ان شاء الله تعالى ان هذا البرنامج سينزل عليهم كالصاعقه. لكن ما وحده اخرى، البعد عن الغضب. الغضب افيون الشياطين، القوه ديالهم هي في الغضب. وهذه رساله للاخوات اللي واخدين برامج علاجيه، ابتعدوا عن الغضب، ابتعدوا عن الخلافات التافهه. ديك الوقت اللي بغيت تدخل انت في خلافات مع واحد، شد لي نشد ليك، سير ذكر الله، سير اقرا القران. وباذن الله عز وجل بهذا البرنامج اختي عتسهل عندك الحاله، وداك التشجع يختفي، وداك التحراك في البطن يختفي. وصلى الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا عيبا ولا اثر ولا يبقي الما. مرحبا شيخنا. تعليق اخر: انا عندي جن نصراني يريدني ان ارقي الناس. اي رقيه؟ برقيه الكنيسه، برقيه النصارى، ولا اي رقيه؟ هو نصراني بمعنى بغى يخرجك للمله، امور واضحه. هو نصراني، كيف يسمح لك ترقي رقيه المسلمين بالقران وبالدعاء؟ هو نصراني يبغيك ترقي برقيه النصارى، وهذا في حد ذاته استدراج الى الكفر البواح، بغى يخرجك المله. يريدوني ان ارقي الناس، واحلام اذان وحفظ ايات قران لم اقراها من قبل. اذا كنت حافظه قد يكون قران، اذا فعلا، لان بعض الاشخاص حافظين، الا جاتوا في الاذن ديالو في اليقظه او في المنام ايه هو حافظ عرفها قران، لكن من قال لك انها قران؟ ربما كلام كما يزعمون انه من الانجيل، انه من، مع ان الانجيل محرف. وهذا لا زلنا نتعامل مع الاستدراج. وهذا الجن أشار لي علي ناس بها سحر. هنا هو مادام يدخلك، يحاول يستدرجك الكنيسة المسيحية، رقية بطبيعة الحال، رقية المسيحية. هنا بدا معك بشوي بشوي، وهو يبين لك بأنه السيد صادق معك، أن هذه عندها سحر، هذه عندها كذا، هذه عندها كذا. وقد يكون محق، لأن الشيطان لما يريد أن يزج بالإنسان في خندقه أحيانا يكون صادق معه، يوصلوا لشي أمور قد يكون سبب نجاحه، يعطيه باش يدفنه. وعندها مرض خطير، وعندما أقول لهذه الناس تذهب إلى راقي، يجدون فعلا بهم إصابة سحر. هنا كلامي الحمد لله، يعني أصبت في كلامي. قد يصدقك القول أحيانا الشيطان، لكن إذا علم أن في ذاك الصدق مصلحة أو غير ذلك من العلم. هي تقول لما تشوف ناس تقول أنت عندك كذا، أنت عندك كذا، أنت عندك كذا، أنت عندك كذا. قالت لما يمشوا للرقية يلقاو داك الشيء بصح اللي قلت لهم. وعندي صديقة زوجتي عندها مرض خطير. قلت لي زوجتي، هذا أخ، هذا صديقتك بها مرض خطير. قالت لي لم أتواصل معها منذ فترة، فتواصلت معها وبالفعل وجدتها مريضة بنفس المرض. هو هذا الأخ يقول الزوجة ديالو صاحبتك راه عندها المرض فلاني. قالت لي الزوجة أنا هذه ما عندي بها صلة مدة، لكن لما بغت تأكد تواصلت معها لقاتها مريضة، وبداك المرض اللي شخص لها الجني النصراني، لأن هذا الأخ ناطق رسمي باسم الجني فقط. والجن لا زال يقنع في أنه جن صالح. أي صالح؟ هذا مجرم. هذا يقول لك أنا نصراني. أي صالح؟ لقد كفر الذين قالوا إن المسيح ابن الله.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرم. على أهل صالح يقول الله في ثلاثة: الأب الروح القدس. الله يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نحن ديننا الحمد لله مبني على توحيد رب العالمين. سورة الإخلاص عندنا: قل هو الله أحد. هذا صالح، هذا صالح. أنا صالح، أنا نصراني، ورقي الناس وشخص الناس الحالة ديالهم، وهذا التشخيص بناء على ماذا؟ على رقية شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة، أم مستنبطة من دين كتبوه بعض الناس وسموه مسيحية وسموه إنجيل، وما في إنجيل ولا الإنجيل. هل ربما عندي متابعين يعني مسيحيون في هذه القناة، هل الكتاب الإنجيل فيه 12 نوع من المصاحف أو الكتب، وهذا لا يشبه هذا؟ هل الله ثلاثة؟ هل الله له ولد؟ هل له صاحب؟ هذا دين باطل، هذا دين شيطاني والعياذ بالله. ما في مسيحية ولا هم يحزنون فيه المسلمين. حتى جميع الأنبياء منذ آدم عليه السلام إلى يومنا هذا جاءوا بتوحيد الله عز وجل. من آدم إلى محمد عليه السلام كلهم ونحن له مسلمون. هذا شيطان يريد أن يضللك يا أخي، لا تثق فيه. هذا يريد أن يجعل منك نصراني وتدعو إلى دين النصارى ورقية النصارى. فحافظ على توحيدك وإسلامك واطرد هذا المجرم بالرقية الشرعية. وبالفعل وجدتها مريضة بنفس المرض، والله هذا ما حدث، والجن لا زال يقنع في أنه جن صالح وأني لم أصدقه، وكل ما أكذبه يأتيني بأشياء جديدة. لما تكذبوا في مسألة يجيك بانبهار، يحاول أن يبهرك بجديد حتى يحيي فيك أمل يعني التشبت به وتصديقه. خطير هذا ذكي. هذا قد يكون القارئ، إلا ما كان جني نصراني فعلا كما قلت، قد يكون القارئ. أبحث عنها أجدها فعلا صحيحة، ولكن كل ما أدعو إلى الإسلام ينزعج. مجرم. كل ما يقول الأخ كل ما أدعو إلى الإسلام ينزعج، هذا مجرم ولا يوافق. وأنا تعب جدا من هذا الشيء وأريد إخراجه. وعندما أقول له لماذا لا تخرج من جسدي، يقول أنا مقيد بأقفال في جسدك، ويشير لي إلى مكان الأقفال المقيد بها وعلى مكان السحر، ويقول لي بعد خروجي سوف يأتيك جن رتبة ملك يهودي. هذا القارين أشوف راحة القرآن هنا. قال لي إلا خرجت راه يجي واحد اليهودي في بلاصتي وكيوري مكان القفولة فين كاينين في الجسد، وأنا راه مشدود بالقفولة. وهذه حجج القارين الواهية. هذا غير القارين، هذا ما كاين لا نصراني ولا هذا القارين هذا المقيد به وعلى مكان السحر، ويقول لي بعد خروجي سوف يأتيك جن رتبة ملك يهودي سوف يساعدك في علاج الناس. أنا تعبت حقيقة ولم أجد راقي متمكن لعلاج، اللهم ثبتني على ديني وانصرني عليهم. دعواتك بالله، أسأل الله أن يثبتك على الحق، وأسأل الله أن يخزي هذا القارن الملعون الذي يحاول يعني استدراجك إلى الكفر البواح. لماذا؟ لأنه علم فيك خيرا. واكتفي بهذا القدر، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صراحة اليوم في هذا المقطع حاس براسي مضطرب وما مرتاحش. حتى كلكم تعرفوا لما تغيب على واحد الأمر ثم تعود يعني لست أنت الذي كان من قبل. هذا يعني أمر طبيعي، أمر جبلي في الناس، أمر عادي. فأعتذر ثانية عن الغياب وعن عدم الإجابة على الأسئلة على الواتساب. أمر في آخر هذا المقطع، وبعض الناس يدخلوا عندي الواتساب بطبيعة الحال التشخيص والعلاج، لكن من كثرة يعني ما يسمعون حول النصب والاحتيال، وبعض الناس الله يهديهم كي ياخذوا يعني شخصيات مزيفة، أنني فلان، أنني الراقي فلان، وينصبوا على الناس. وهذا يحدث مع كثير من الإخوان الرقاة، حتى الناس يعني طاحوا في هذا الفخ هذا. فالبعض يحاول يتأكد واش أنا فاروق بالصحة مع من كنتعامل أم لا، واش فاروق مع من كنتعامل. وأنا كطر علي أسئلة كثيرة، ومن بينها واحد أخت البارحة من مدينة مراكش
فجزاكم الله عنا خيرا. أنا واضح وضوح الشمس. أرقامي 3: 1 0 6 98 20 0 7 21. الأرقام ديالي اللي معلقين في المركز في شارع مزوار في الشوكة، هادوك هما ديولي. 1 في 0 6 23 90 53 67 راه في الواتساب، و1 0 6 53 57 51 62. وهاد الأرقام هما اللي كنوضح هنا على القناة. من غير هاد الأرقام يتواصل معكم شي واحد بسميتي، أبرأ إلى الله من هذا الشخص. الأمر الثاني، كلكم كتعرفوني يعني، والناس يتعاملوا معايا أكثر وضوح وأكثر صراحة. الشخص اللي غيتواصل معايا إلا ما ارتحتليش راه ما غنكملش معاه. نقدر نتواصل معاه اليوم وغدو وبعدو، غنشوف شي أمور ماشي تليه، معا نقول يا أخي اعذرني ونمشي في حالي. الأمر الثالث، بغيتو تأكدوا أكثر واش فعلا كتعاملوا مع الأخ الراقي فاروق سعيد أم لا، يا أخي عمل أبي الفيديو تتأكد أنك تتعامل معايا، راه كتشوفني صوت وصورة. وهذيك الساعة إلا ارتحيتي ولا قدر الله عز وجل نقرأ عليك أو نتبع معك، يا مليون مرحبا. وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.